حارس فاز بالكرة الذهبية؟ صحيح، اكو حارس فاز بأفضل لاعب بالعالم. السوفيتي ليف ياشين هو الحارس الوحيد بتاريخ كرة القدم اللي فاز بالكرة الذهبية عام 1963. والمفارقة انه الحارس لعب مع نادي واحد طوال مسيرته اللي هو داينامو موسكو من عام 1950 إلى عام 1970. Algo siento en mi cabeza, me duele hace varios días. Mis palabras se me enredan, no hablo bien todavía. Mis ojos mucho me pesan, se acaba la salud mía. Y nunca pensé que caminar luego me costaría. Me decía un viejo, mientras sus ojos lloraban, de querer volar lejos. Mientras al cielo miraba, todavía recordaba cuando duro trabajaba. Y un derrame en su cerebro no lo dejo así. الحارس كان يلقب بذا بلاك سبايدر، يعني العنكبوت الأسود، وأكيد هذا اللقب ما إجا إلا بسبب تصدياته المستحيلة. وباختصار، مو بس المهاجمين يصنعون المجد.